كنوع من انواع جلد الذات قررت اتفرج على فيلم علي ربيع وكريم فهمي حسن وبقلص. مش عارف انا عملت كده ليه. المهم المشهد اللي هعرضه لكم ده خلاني اسال نفسي سؤال مهم جدا. انت فكرك يعني لما تضربني انا اللي هحس؟ ما انت اللي هتحس يا ناصح. هل ممكن عقلك يتحكم في تصرفات وافعال حد تاني ولا لا؟ اجابه السؤال ده هنلاقيها في دراسه عملتها جامعه واشنطن بعنوان برين تو برين كوميونيكيشن. جابوا اتنين، واحد فيهم سندر مرسل والتاني ريسيفر مستقبل. كل واحد فيهم قاعد في اوضه بعيده عن التاني بمسافه نص ميل، يعني تقريبا 800 متر، والاتنين كان قدامهم لعبه كمبيوتر ومتوصلين باجهزه تقرا اشارات مخهم وتبعتها عن طريق الانترنت. المطلوب في الدراسه كان ان الشخص الاولاني يلعب اللعبه ولكن بدون ما يلمس الكمبيوتر خالص. كل اللي عليه يفكر في كل خطوه او كل حركه عايز ينفذها، والاشارات هتتحول من عنده للشخص الثاني اللي هو المستقبل وتجبره ينفذ الحركه اللي فكر فيها الشخص الاول بالظبط، مع العلم انه مغمض عينه ومش عارف هو بيلعب ايه اصلا. يعني في عقل تاني بيحركه وهو مستجيب غصب عنه. عايز اقول لك ان نسبه نجاح التجربه دي كانت 83%. يعني لو ضغطنا على نفسنا شويه النسبه دي ممكن تعلى عن كده، وتقدر ساعتها تتحكم في الجسم اللي قدامك بشكل كامل. تفتكر حاجه زي دي تخوف ولا عادي؟ اهلا بيك في انتروبيا.